الفيديو ده هنتكلم كده عن قصة ابسولوت سوبرمان. القصة بتبدأ معانا من كريبتون، وخليني اقول لكم كده قد ايه طريقة عرضها هنا مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه في عالم دي سي. عادة كده بنشوف كريبتون كأنها مدينة فضائية جميلة، السما صافية والمساحات واسعة وبيعيشوا كده في سلام، ولكن هنا الوضع مختلف خالص. في القصة دي كريبتون مش مجتمع كده حرب ولا حاجة، بس هو مجتمع مكسور. اللي بنشوفه هنا هو ان كهنة رابطة العلوم في المدن كانوا بيستخدموا طاقة الشمس الحمراء وكوكب كريبتون نفسه لتغذية الرغبة بتاعتهم الجنونية في التقدم بأي تمن. الناس دي كانوا الطبقة الحاكمة في كريبتون وأعظم العقول على الكوكب، وطبعا أبو وأم سوبرمان ما كانوش منهم. فسوبرمان بيحكي الحكاية دي لينا، بننتقل كده بعد كده المزرعة، وده اللي بيخلي القصة حلوة جدا. دايما في القصص بنشوف أهل سوبرمان من ضمن رابطة العلوم، وأبوه دايما كده بيكون الشخص اللي بيحذر إن كريبتون هتتدمر، بس محدش كان بيصدقه. فالحتة دي موجودة هنا برضو، بس بتتعرض كده بطريقة مختلفة. في القصة دي كانوا فلاحين بيعيشوا كده حياة صعبة جدا، دايما مستنين المطر وبيكافحوا كده علشان خاطر يعيش. هما بيعيشوا في مناطق صحراوية بعيدة ومهمشة على كريبتون، وكأنهم كده منبوذين من المجتمع. القصة بتوضح لينا النظام الطبقي في كريبتون اللي بيحدد كل تفاصيل الحياة هناك، سواء كنت في رابطة العلوم اللي على قمة الهرم الاجتماعي أو في قاع السلم مع رابطة العمال. فكل واحد كان لازم يلبس علامة توضح الطبقة بتاعته الاجتماعية. اللي كانوا في رابطة العمال كانوا بيتعاملوا كأنهم عار، وده اللي والدين سوبرمان كانوا بيعانوا منه. فخلوني بقى اقول لكم حاجة جامدة جدا عن القصة دي، وهي فكرة الشعار اللي دايما بنشوفه على صدر سوبرمان. في الكوميكس العادية بتاع دي سي الشعار ده بيبقى رمز لعيلة سوبرمان، بيتقال انه بيتبع كده لعيلة آل، وده اللي بيظهر على صدره وعلى لبس اهله وكل حاجة. لكن هنا الوضع مختلف تماما. في القصة دي الشعار ده مش رمز فخر لعيلته، لا ده علامة على انهم من طبقة العمال، ودي حاجة كده كانت تعتبر عار في مجتمع كريبتون. وده بيقلب المفهوم اللي كلنا كنا متعودين عليه رأسا على عقب. وعلى الأرض الشعار ده بيمثل الأمل، فبيبان إن مفهومه بيتغير حسب المجتمع اللي بيتقال فيه. ولكن هنا الفكرة العظيمة إننا بنكتشف إن اسم الرجل الفولاذي اللي بيتقال كده على سوبرمان مش بس علشان خاطر جسمه جامد أو مش بيأثر فيه الرصاص، لا الاسم ده جه لأنه جاي من عيلة بتشتغل بإيديها وبتكسب كده عيشها من شقاها. كريبتون هنا بيتقدم بشكل جديد، فبدل ما يكون مجتمع مثالي زي ما بنشوفه دايما، فهو مجتمع فيه نفس التقسيمات الطبقية اللي موجودة عندنا على كوكب الأرض. في العمال وفي الطبقة العليا، وفي كمان اللي بيشرفوا على شغل العمال لصالح الطبقة العليا. وده رغم انهم متقدمين جدا الا انهم لسه محتفظين بهياكل اجتماعية بدائية بشكل كبير. بنرجع لوالد سوبرمان اللي كان مهندس شغال في قسم الجيولوجيا. اثناء شغله سمع اشاعات عن تصدعات كده في كريبتون وان الكوكب بيقرب ينهار. قرر انه يحقق في الموضوع بنفسه، ورغم انه ما كانش فيه ادلة قوية، لكن اللي كان بيشتغل معاه من الادارة المتوسطة قالوا له انسى الكلام ده وارجع مرة تانية لشغلك احسن. ولكن ابو سوبرمان رفض ان هو يستسلم للضغوط وقال لا، الشغل ده مش هيكمل. وده اللي بيبان قد ايه في القصة دي ان والد سوبرمان كان عنده رؤية اكبر من اللي حواليه، وده جزء كبير من شخصية سوبرمان اللي بنشوفها بعد كده. فمع الجدل اللي بيحصل بين جوريال والطبقة الإدارية المتوسطة، الأمور هنا بتخرج عن السيطرة. فجأة كده بدأت شكوك بتظهر في الكوكب، وخرجت طاقة الكريبتونايت من قلب كريبتون. فاللي كان مسؤول عن الإدارة دي اتسحب حرفيا في الطاقة دي واتحرق بعد كده بسبب الإشعاع الكريبتوني، وجوريال اضطر بعدها إن هو يهرب. وهنا بقى باقي الناس اللي كانوا هناك اتقتلوا. بعد كده بنروح لكوكب الأرض، وبالتحديد هنا للبرازيل. القصة هنا بتوضح التشابه بين الحياة على كريبتون والحياة على الأرض. في كل مكان في نفس الهياكل الاجتماعية، ناس فوق وناس تحت، وفي النص في اللي بيحافظوا على الوضع ده، اللي بيقيدوا الناس اللي تحت بسلاسل علشان خاطر يفضلوا مكانهم. بنبدأ كده في منجم الماس في منطقة نائية في البرازيل، وحياة العمال هناك كانت قاسية جدا. بنعرف ان من حوالي 3 ايام العمال المهاجرين في منجم الماس كانوا بيشتغلوا تحت تكوين صخري معين مرتبط بالماس، ولما لقوا رواسب كبيرة جدا من مادة الاسبستوس رؤسائهم قالوا لهم يكملوا الشغل رغم خطورة المادة دي. للي مش عارف، المادة دي بتسبب كده السرطان، كانت مستخدمة زمان لحد ما تم منعها كده في السبعينات تقريبا لما عرفوا كده مدى خطورتها. ولكن العمال دول ما كانوش عارفين، وكانوا شغالين في ظروف قاتلة من غير ما حد يقول لهم انهم كده بيلعبوا بحياتهم.
والاصعب كمان انهم لما حاولوا يسيبوا الشغل بعد ما اكتشفوا الوضع تم تهديدهم كده بالسلاح واجبروهم يكملوا الشغل تحت عقدهم كده مع شركة لازاروس. الشركة دي وعدتهم كده بمكافأة 1500 من عملاتهم المحلية، وده كان حوالي 300 دولار زيادة كده على المرتب بتاعهم الشهري، وده مقابل شغلهم في منجم استخرج الماس بقيمة 200 مليون دولار السنة اللي فاتت. فالعمال عارفين ان اللي بيعملوه ده ممكن يكون نهايتهم، بس بيكملوا علشان خاطر العائلات بتاعتهم. وده بيفكرنا بسوبرمان اللي دايما بيحط اسرته والناس اللي بيحبهم في الاول. فالفكرة هنا ان القصة بتوضح ان التضحية دي موجودة في كل مكان، سواء على كريبتون او حتى على كوكب الارض. فمن الحاجات اللي فعلا مثيرة للاهتمام في الجزء ده من القصة هو تصوير العمال اللي شغالين في المناجم. هما مش بيشتغلوا علشان خاطر الفلوس بس، الواضح كده المرتب البسيط ده ممكن يكون كل حاجة بالنسبة ليهم، خصوصا في دولة فقيرة زي بلدهم اللي الطبقة الحاكمة متعمدة تخليها كده. بس الحقيقة ان شغلهم مش عشان خاطر الفلوس بشكل اساسي، شغلهم سبب الحقيقي هو العيلة، وده السلاح اللي الشركات بتستغله ضدهم. دايما بيلعبوا على نقطة فكر في عيلتك، فكر في مراتك وكمان أولادك، هل فعلا عاوزهم إن هم يجوعوا؟ طب تخيل الحياة اللي ممكن يعيشوها لو أخدت 300 دولار الإضافية، ولو بتحب عيلتك بجد هتنزل وتشتغل في المنجم. هما بيستغلوا مشاعر العمال والعاطفة بتاعتهم، واللي بيحصل في المنجم ده شيء غريب. بيقولوا ان الماس تعدن واتكسر خلاص، وده مستحيل لانهم ما استخدموش اصلا الالات اللي بتكسر الخام، وكمان المادة المسرطنة دي مفيش اي اثار ليها في الهواء. فالموضوع شكله غامض جدا، لكن اللي واضح انه مش حاجة جديدة لانه حصل قبل كده في مناجم تانية حوالين العالم، وده بيدل ان في علاقة بين اللي بيحصل هنا وسوبرمان. واللي يعجبك في شغل جيسون آرون هنا هو اننا بنشوف سوبرمان مختلف شوية. سوبرمان هنا مش بالشكل الضخم اللي احنا متعودين عليه، فالشكل ده يمكن يكون بيفكرنا شوية بسوبرمان من عصر النيو 52 في 2011. فرغم الانتقادات اللي كان عليها في الوقت ده، الا انه هنا في عالم ابسولوت يونيفرس اللي هو واقع بديل، فالموضوع هنا واضح انه مقبول بشكل اكتر. بالنسبة للعمال لما جم كده علشان خاطر ياخدوا الماس ويطلعوا بيه على السطح، ولا مرة فكروا ان هم يسرقوا اي حاجة من الشركة، يعني مع انهم شغالين في مكان مليان ماس ولكن ما فكروش في حاجة زي دي. الفكرة انهم يسرقوا حتى شوية ويحطوهم مثلا في جيبهم، ما فكروش في حاجة زي دي خالص، سواء بقى ده بسبب خوف او ولاء للشركة او مجرد رغبة في انهم ما يسببوش مشاكل. الحقيقة هنا مفيش اجابة واضحة، بس ده بيخلينا نفكر في شخصياتهم والطريقة اللي بيشوفوا بيها الحياة. في القصة دي بيتم ذكر شائعات بتتكلم عن مجموعة اسمها الأوميجا مان. الناس دي بيقولوا انها بتنتقل كده من منجم للتاني وبتعمل نفس اللي حصل هنا. القصة بترجع بينا لليلة اللي حصل فيها كل ده، وبنشوف راجل من العمال اللي شغالين في المنجم وهو في المنطقة اللي حوالين المنجم ده. فجأة هنا بيقابل سوبرمان وهو متنكر. سوبرمان هنا بيظهر بشكل مختلف تماما، مفيش استعراض لقوته او اعلان حتى انه مثلا مان اوف ستيل، بالعكس هو لابس كاب على راسه وماسك على وشه، وشكله بيقول انه مش عاوز اصلا يلفت الانتباه. بيبدأ يتكلم كده مع العامل بشكل هادئ، وبيقول له كده انه شاف العالم بتاعه وشاف ازاي الحاجات بتمشي هنا، وانه مش عاجبه الوضع وعاوز يحاول يخلي الدنيا مكان احسن. سوبرمان بيقول جملة مهمة جدا هنا: شفت عجائب العالم بتاعكم؟ العامل بيرد عليه عالمي، وسوبرمان بيقول له وشفت اماكن كتير زي دي، اماكن فيها صناعات مبنية على معاناة الناس. ازاي تعرف الحقيقة؟ الحقيقة هي الحاجة اللي تستحق انك تحارب علشانها. فجملة زي دي بتوضح حاجة مهمة جدا في القصة، وهي مفهوم الاخلاق النسبية. عند الناس اللي عايشة في فقر شديد الأخلاق بتبقى بسيطة جدا، أنا بعمل اللي عليا عشان خاطر أأمن مستقبل عيلتي، يبقى أنا كده في النهاية صح. مفيش مساحة للتفكير في نظريات أخلاقية أو نقاشات عن الصواب والخطأ، حياتهم كلها مبنية على النجاة. وده اللي بيخلي وجود سوبرمان في المكان ده مثير جدا. احنا متعودين على سوبرمان انه بيقف فوق زي الملوك وبيوجه البشرية للأفضل، بس هنا سوبرمان نازل للأرض، عايش وسط الناس العاديين وبيحاول يفهم أخلاقهم وطريقتهم في العيش. وفي اللحظة دي بنعرف كمان إن قوات الشرطة اللي شغالة لصالح شركة لازورز هم بيس ميكرز، اللي مستوحي شكلهم كده من شخصية بيس ميكر المشهورة في عالم دي سي. وده بيدخلنا في تعقيدات أكتر عن دور القوة والسلطة في استغلال العمال والمعاناة اللي بيتعرضوا ليها.
بنفهم كده من الاحداث ان البيس ميكرز دول شغالين كده لصالح شركه لازورز، وشغلهم الاساسي انهم يفرضوا قوانين الشركه بالقوه بدون اي رحمه. ناس كتير ممكن تشكر جيمس جان على انه كده عرفنا على الشخصيه دي وطلعها من الكوميكس للنور، ولكن الحقيقه انهم مجموعه عنيفه جدا بتشتغل كده علشان خاطر مصلحه الشركه وبس. فالاحداث بترجع مره تانية لوقتنا الحالي، لما واحد من العمال بيظهر ومعاه الماس اللي لقاه، واللي بيحصل ان رئيس العمال بيساله انت فاكرنا اغبياء؟ الماس ده ما طلعش لوحده، مين فيكم بيحب يكسر السلام؟ بعد كل اللي شركة لازورز عملته عشانكم انتوا بتتصرفوا كده. لازورز معناها الحياة، بس بالنسبة لكم يمكن معناها الموت. بعد كده المشهد بينقل لسوبرمان وهو في مكان فقير جدا ومتهالك، وبنشوفه بيعمل حاجة مختلفة هنا. سوبرمان مش بيشحن جسمه بالطاقة الشمسية بشكل تلقائي زي ما احنا كنا متعودين على حاجة زي دي، فبالعكس هو هنا محتاج يعمل ده بنفسه، وفعلا بيشحن خلايا كده بالطاقة الشمسية. وده بيدينا فكرة ان ممكن يكون لسه معرفش يتحكم كده في قدراته بالكامل، او يمكن يكون في مشكلة في البيولوجية بتاعته لسه مش واضحة. بعد كده بنشوف البيس ميكرز بيظهروا ويبدأوا يوجهوا أسلحتهم كده على العمال، وبيكتشفوا ان كل القوى العامله موجوده ما عدا واحد. فهنا كده بيتتبعوا سوبرمان المكان اللي هو فيه، بيحددوا البيت اللي هو فيه، وسوبرمان بيقرر ياخد خطوه وفعليا يصنع السلام بطريقته. بنشوفه بيواجه البيس ميكرز بكل قوته وبيسحقهم واحد ورا التاني بشكل رهيب جدا، ولكن المشكله ان افعاله كده بتلفت الانتباه، والانتباه ده مش من النوع اللي هيبقى لصالحه. وهنا بيظهر صوت تكنولوجي بيتكلم معاه، وهو بيقول لسوبرمان ان الاسلحه والدروع اللي بتستخدمها قوات لازورز فيها تكنولوجيا مش من المجره دي اصلا. ولما سوبرمان بيسال هيعيشوا لو ضربتهم، الصوت بيرد لكن برضه مش بنصحك تعمل كده. فالصوت ده بيحذر سوبرمان وبيقول له الكوكب ده مليان محركات احتراق، ديانات متعصبة، وأسلحة نووية حرارية. الناس دي مش آمنة أبدا ليك يا سوبرمان، وانت كمان مش آمن لو فضلت تضغط على نفسك بالشكل ده. مستويات الطاقة بتاعتك الشمسية منخفضة جدا ولازم تتشحن تاني ضروري. وده بيعزز فكرة ان سوبرمان في القصة دي مش خارج بدون حدود زي ما متعودين نشوفه، لكنه بيحاول يعمل اللي يقدر عليه وسط الظروف الصعبة دي. الاحداث بتاخدنا بعد كده لرد فعل حاجه اسمها لازورز كومان، وهي فرقه ميدانيه مخصصه كده بتحقق في الظواهر الغريبه اللي بتحصل. والسبب ان سوبرمان بدا يتحرك كده بين المناجم ويحرر العمال، فالشركه نفسها ادركت ان في حاجه بتحصل، علشان كده جمعوا فريق للتحقيق كده والبحث عن شخصيه سوبرمان. وهنا بقى بيظهر جانب قوي جدا في شخصيه سوبرمان، لانه بيدخل كده في المعارك ضد القوات بتاعت لازورز بكل شجاعه ومن غير ما يهتم بالمخاطر اصلا. فبيدافع هنا عن العمال بكل قوته، وفعليا بيسحق الجنود واحد ورا التاني. واثناء القتال سوبرمان بيستخدم قدرة رهيبة جدا، وهي انه يطلق كمية هائلة من الاشعاع الشمسي، ودي كانت حاجة شفناها قبل كده في نسخة نيو 52 من شخصية سوبرمان، لما كان بيقدر يطلق كده طاقة شمسية ضخمة اشبه بالقنبلة. وبفضل القوة دي بيقدر فعلا يوقف كده قوات لازورز لفترة مؤقتة، وبيقول للعمال خدوا الماس واجروا بيعوه لأي حد يشتريه واهربوا من المكان ده. ولكن في النهاية باقي قوات لازورز بتظهر ومعاهم دبابات وهليكوبترز وكل حاجة، وهنا فعلا بيتمكنوا كده من إضعاف سوبرمان مؤقتا وبيقبضوا عليه. ولكن المفاجأة هنا إن اللي بيقبض كده عليه مش أي حد، دي بتكون لويس لين. مش صحفية زي ما احنا متعودين، لكنها هي هنا عميلة سرية. وده برضو يعتبر كده تغير حلو جدا، لان في الكوميكس ابوها كان راجل عسكري وعيلتها كانت دايما متنقلة، ففكرة انها تبقى عندها خلفية عسكرية متوافقة جدا مع الشخصية. فالاحداث دي بتدي انطباع ان ممكن العلاقة بين سوبرمان ولويس لين تتطور مع الوقت، خاصة كده مع تاريخهم في القصص التانية. ولكن هنا بيسموه ذا سوبرمان مش بس علشان خاطر قدراته الخارقة، لكن عشان خاطر حاجة اكبر واقوى من الطبيعي. في النهاية المشهد بينقلنا كده المقدمة بتفتح الباب لفهم اللي حصل على كريبتون. بنشوف مشهد في سجن، وواحد من الشخصيات لازورز بيتكلم عن سوبرمان وبيقول لعبة جديدة يا ترى جيت منين. وفي المشهد ده بنشوف زجاجات صغيرة بتحمل أماكن كاملة، ودي إشارة واضحة كده إن الشخصية دي هي شخصية برينياك في نسخة العالم ده. وواضح كده إن شخصية برينياك هنا مش مجرد كائن فضائي، ولكنه شخص عادي في قسم الأبحاث والتطوير بتاع لازورز. فنقدر نقول ممكن يكون عالم حول نفسه لبرينياك أو حاجة بالشكل ده.
الشخصية بتتعرض هنا بشكل مختلف شوية لأنه نسخة أكتر واقعية من سوبرمان، وكمان بيتضح إن بيت كانت متدمر بالكامل، شكله كان مهجور لفترة طويلة، وده ممكن يشير إن جوناثان ومارسا ماتوا قبل ما سوبرمان يوصل للأرض أصلا، وبالتالي عمره ما شافهم، بس الحقيقة ما عندناش إجابة واضحة على النقطة دي. بعد كده الأحداث بترجع لكريبتون، وتحديدا كده المنطقة بتاعت الأراضي الصحراوية. أول حاجة بيسألها كده لمراته فين ابننا كال، وبعدين كال بيجري عليه وهو لسه طفل صغير تقريبا في نفس سن جوناثان كانت ابن سوبرمان ولويس لين، اللي عرفناه كده في قصص دي سي لما عرفونا على الشخصية بشكل كامل. وفي اللحظة دي بيقولوا لبعض هنحل ده مع بعض، وبتبدأ الأراضي اللي تحتهم تتشقق، وفعليا الكوكب بيبدأ كده يتحلل حتى لو على مستوى صغير جدا. اللي ملفت كمان اننا بنشوف كريبتو الكلب الفضائي بتاع سوبرمان، بس لما سوبرمان كان على الارض ما شفناش كريبتو،